أهلا وسهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني. درسنا النهاردة بعنوان توسع الاستعمار الأوروبي في إفريقيا. أهلا بكم. أنا محتار جدا محتار. من إيه؟ يا ترى من إيه محتار؟ من سيطرة الدولة كده على أخرى، سياسيا اقتصاديا وثقافيا بالمرة، لنهب ثروتها الطبيعية واستغلال أرضها وشعبها بعد ما كانت حرة. ليك حق فعلا تحتار، ده تعريف الاستعمار. الاستعمار في إفريقيا مر بمرحلتين أولى. هي في القرن الخامستاشر ده كان مرتبط بالكشوف الجغرافية. في نص القرن التمنتاشر زاد الاستعمار جدا، أصله كان مرتبط بوجود الثورة الصناعية اللي ترتبت عليها تحول أوروبا من الزراعة للصناعة، ووجود آلات حديثة وزاد الإنتاج جدا، ورؤوس الأموال خاصة في بريطانيا. الثورة الصناعية هي تحولات علمية وهي اقتصادية اجتماعية كبرى نتيجة اكتشاف الآلة البخارية. قلت لمين؟ مصر كانت محتلة مين؟ بريطانيا. والسودان وجنوب أفريقيا بريطانيا. معظم دول غربي أفريقيا دي فرنسا. طب وليبيا؟ دي كانت كوكتيل، حباية إيطاليا على بريطانيا. وقلت لي إيه؟ أسباب الاستعمار إيه؟ حل مشكلة زيادة سكانية والبطالة في أوروبا عن طريق تهجيرهم لإفريقيا، مثل الإنجليز وإفريقيا فرنسيين شمال غربي ووسط إفريقيا، البحثي عن مادة خام كمعادن والمطاط وقطن كمان لمصانع، لتشغيل المصانع في أوروبا، واستثمار في رؤوس أموال، الرغبة في تحقيق أمجاد قومية مثل أمجاد إنجلترا وفرنسا. في قلدتهم في النقطة دي ألمانيا إيطاليا، فاستعمروا في أفريقيا، وإقامة قواعد عسكرية لحماية مصالحها ومستعمراتها وتأمين طرق تجارتها وبس. طب يا سيدي، كتر خيرك، متشكرين. كان يا مكان، كان في ثعلب كده مكار عاوز يدخل جوه الدار. اسمه ايه؟ الاستعمار. فعمل ايه؟ الثعلب طبعه خداع بيداري حقيقته بقناع، خداع سياسي بتوقيع اتفاقية مع زعماء القبائل الأفريقية. قال ايه؟ لحماية أراضيهم، وبعد شوية عيل دي ملكي واستولى عليها وضحك عليهم. وبعد شوية كمان تانيين قال والله حاجة مسلية، راح استغل وياهم المرة الجاية الشعارات الإنسانية، زي ما عملت بريطانيا لما راحت لزنجبار. قالت له أنا هحارب تجارة الرقيق، ما أنا قلبي طيب جدا رقيق، وعشان يعيش كده فوق الناس أسس لي فكرة لوجوده أساس، هي ترسيخ فكرة تفوق الأوروبي. قال للبلاد من غير ثقافتي ويا حضارتي لا عشتي انتي ولا يوم ولا كنتي. أما النشاط التجاري والاستثمار، استخدم شركة تجارية ويا المصارف لتسهيل السيطرة عليها والاستعمار. وبعدها سياسة الإقراض، منح قروض بفوائد مرتفعة جدا، مما يؤدي لتراكم الديون جدا، فتفرض دول دائنة عليها رقابة مالية وتدخل عسكري بحجة ضمان سداد الديون دي. والامتيازات الأجنبية للجالية الأوروبية مكنتها من التدخل في شؤون دول إفريقيا. أما الغزو الثقافي من خلال مدارس
نشر لغة المستعمر كلغة رسمية زي ما حصل من فرنسا في الجزائر. لو كل اللي فات واجهوه اعتراض، هيجي الاحتلال العسكري إرسال قوة عسكرية لاحتلال دولة كده بالقوة رغم كفاحها ونضالها، زي ما حصل 1882 لما جت بريطانيا واحتلت مصر بلدنا. الاستعمار قال ليه بعضه يلا اجتماع لوضع سياسة للسيطرة على الدول من غير صداع، تعتمد على إنهاب وخط ومفيش هات. يبقى أولها كده الحجم الحريات لمنع شعوب إفريقيا من المشاركة في حكم بلاد. ونمرة 2 قمع الحركات الوطنية اللي بتعارض سياستهم عشان ما يقومش ليها قومة، زي ما نافوا الزعيم سعدي زغلول والزعيم الغني نكرومة. وعشان وجودهم يكون بقوة حكم أسد اتبعوا سياسة فرق تسد لتمزيق وحدة شعوب الإفريقية لتسهيل السيطرة عليها واحتلالها حتى داخل الدولة الواحدة لإضعاف روح المقاومة. أما التمييز العنصري فشعوب أفريقيا محرومين من حقوقهم في بلادهم، كانوا غرباء مضطهدين أقل من الأوروبيين، ومحاولة تدمير الهوية الوطنية من خلال إجبار الشعوب الإفريقية على التبعية. مالك إفريقيا باين عليك الإرهاق كده جدا. تعبت إفريقيا من تأثير الاستعمار ده أصله هلاك كده جدا. ده بيه آثار وتحف ومخطوطات من إفريقيا بتعاني من ديون وفقر معظم شعوب إفريقيا. أما النزاعات وهي الصراعات بين دول إفريقيا بسبب تقسيم القارة وترسيم الحدود أدى الإضافة سياسيا اقتصاديا لأقصى حدود. ضعف اقتصاد المحلي كده جدا بتحويل معظم دول القارة لأسواق استهلاكية جدا جدا لمنتجات دول استعمارية.